بيبدأ المسلسل بواحد اسمه جاك وهو بيساعد مصابين كتير على الشاطئ، وبنفهم ان الناس دي كانت على طيارة وحصلت لها مشكلة كبيرة وهم في الجو اللي ادت انهم يقعوا على جزيرة في نص المحيط. واللي بيزود المشاكل دي اكتر ان في واحد من الركاب بيقف قدام محرك الطيارة، وقبل ما يبدأ يتحرك بيتسحب جواها، وبسبب كده بيحصل انفجار كبير. بعدها بنلاقي جاك بيساعد الناس وبيروح على الغابة، وبيطلع هو كمان مصاب بجرح كبير ومحتاج خياطة. والحزن حظه بيشوف واحدة اسمها كيت يطلب مساعدتها ويقول لها ما تقلقيش انا جراح وهقدر اقول لك تعملي ايه بالظبط. بعدها بنلاقي اتنين من الركاب اسمهم سعيد وتشارلي بيولعوا نار علشان اي سفينه او طياره معديه تشوفهم وتنقذهم من اللي هم فيه. المهم بيعدي وقت كبير جدا ومفيش اي اشاره ولا في اي حد بيجي ينقذهم، وده بيخلي سعيد يقلق وبيقول لهم ان في حاجه غريبه المفروض فرقه الانقاذ تجيلنا. بعدها بنلاقي كيت بتخلص خياطه الجرح وبيرجعوا للشاطئ، وبيحاول جاك يفهم منهم ايه اللي حصل بالظبط وايه اللي خلى الطياره بتاعتهم تقع، وبيقول لهم المفروض ندور على كابينه الطيار عشان لو كانت سليمه هيكون جهاز الاتصال فيها شغال ونقدر نوصل لفرق الانقاذ. تقول لهم انها شافت دخان جاي من الوادي وممكن يكون مصدره الكابينه، وفجاه بيسمعوا صوت عالي جاي من الغابه، صوت مش طبيعي، وبيبان ان في حاجه خطيره جدا في الجزيره دي علشان كان بيعمل حركه غريبه في الغابه، وبيبان انه كائن خطير جدا وحجمه ضخم علشان كل الشجر بيتكسر قدامه. كلهم بيترعبوا من المنظر ده. تاني يوم بنلاقي جاك بيقرر انه هيخرج يدور على الكابينه لانهم غالبا في خطر كبير وهم موجودين في الجزيره ولازم يخرجوا منها. المهم انه بينضم له في الرحله دي كيت وتشارلي، والغريب انهم وهم ماشيين فجاه بيتغير الجو تماما وبيبتدي يمطر. كملوا طريقهم وبيوصلوا لمصدر الدخان اللي بتكون هي الكابينه، وفجاه بيلاقوا الطيار بيتحرك وبيكون لسه عايش، والطيار بيقول لهم ان الاجهزه بتاعتهم عطل وهي في الجو وبعدوا عن المسار بتاعهم ب1000 ميل، يعني لو حتى فرق الانقاذ جت عشان تنقذهم هيدوروا في المكان الغلط. وبيقول لهم ان الفرصه الوحيده للانقاذ هو جهاز الاتصال. لما بيجيبوه بيلاقوا نفسهم بيسمعوا نفس الصوت اللي سمعوه امبارح بس بيكون قريب منهم لدرجه انه بيحرك الطياره. طبعا بيخافوا جدا لما بيحسوا ان الكائن ده بيتحرك جنبهم. الطيار بيبص من الشباك عشان يعرف ايه ده، الكائن ده بيشده وبيموت الطيار، وبيكون الكائن ده عايز يوصل لجاك واللي معاه، فبياخد جاك جهاز الاتصال وبيطلعوا يجروا. وهم بيجروا تشارلي بيقع في الطريق ورجله بتتعلق في فرع شجره ومش بيقدر يتحرك، لكن جاك بيرجع علشان ياخده قبل ما الكائن يوصل له، وفعلا بينجح انه ينقذه ويجروا، وكل واحد فيهم بيستخبى في مكان. وشويه وكيت بتلاقي تشارلي في وشها والجو بيتغير تاني. بعدها الاتنين بيمشوا في الغابه علشان يدوروا على جاك علشان يطمنوا عليه، وبيلاقوا جاك كان بيتصدموا لما بيلاقوا جثه الطيار فوق على شجره، فبيستغربوا وبيسالوا نفسهم مين الحيوان اللي يقدر يعمل كده. المهم بيرجعوا للشاطئ تاني وبيلاقوا واحد من الركاب اسمه زهير بيتخانق مع سعيد علشان عنصري. كلم وبيقول لهم ان سعيد هو اللي فجر الطياره، وجاك بيفصل ما بينهم وبيقول لهم انه لقى جهاز الاتصال. كيت بتسال في حد من الركاب يقدر يصلح الجهاز ده. سعيد بيقول لها اقدر اصلحه. تيجي واحده من الركاب اسمها روز وبتتكلم مع جاك وبتعرفه ان في واحد من الركاب مصاب اصابه خطيره. وشويه وبنلاقي سعيد بيقول لكيت انه قدر يصلح جهاز الاتصال، بس للاسف مفيش اي اشاره في المكان اللي هم فيه ولازم يحاولوا يلقطوا اشاره، وفي نفس الوقت البطاريه خلاص هتفضى. فبيقترح عليهم انهم لازم يروحوا لمكان عالي ويجربوه هناك يمكن يلقط اشاره. كان بالنسبه لهم هو الجبل اللي جنبهم. بتروح كيت لجاك وتقول له، لكن جاك بيكون هيبدا عمليه للشخص المصاب ومش هيقدر يروح معاهم، لكن بيبقى قلقان عليهم من الكائن اللي في الجزيره، وبيقول لهم انهم لو سمعوا اي صوت يرجعوا بسرعه. بعدها بنلاقي تشارلي بيتعاطى المخدرات بتاعته وبيروح مع كيت وسعيد، وبنلاقي كيت وسعيد واتنين من الركاب بداوا الرحله بتاعتهم للجبل وبيبداوا يتسلقوا الجبل علشان يلقطوا اشاره. وفجاه وهم في الطريق بيلاقوا حيوان ضخم بيتحرك في الغابه وبيتصدموا لما بيلاقوه جاي ناحيتهم. طبعا بيجروا كلهم ما عدا زهير اللي بيقف ويطلع مسدسه ويفضل يضرب نار على الحيوان. يطلع الحيوان ده دب قطبي، وانه من المستحيل انه يكون موجود في غابه زي دي لانها استوائيه. طبعا الدب القطبي مستحيل يعيش في البيئه دي. طبعا كلهم بيقولوا انه ممكن يكون هو الحيوان اللي قتل الطيار، لكن تشارلي بيقول لهم ان التاني اضخم بكتير. وكيت بتسال زهير جاب المسدس منين، فبيقول لها انه اخده من جثه المارشال اللي كان معاهم على الطياره، وبتخطف كيت المسدس وبتفككه وبتدي الرصاص اللي فيه لكل شخص فيهم علشان ما فيش حد فيهم يقدر يستخدمه. وبنعرف ان هي السجينه اللي كانت مع المارشال واستغلت اللي حصل في الطياره وسرقت منه المفتاح وحررت نفسها. المهم بيكملوا الطريق وبيوصلوا لارتفاع كويس على الجبل، وبيبتدي سعيد يجرب الجهاز ويلقط اشاره، وفعلا الموضوع بينجح وبيفضل يطلب من اي حد انه يساعدهم، لكن مفيش حد بيرد عليه، وان في تشويش على الاشاره بتاعتهم زي ما يكون في حد قريب منهم وبيحاول يبعت رساله هو كمان. سعيد بيحاول يظبط التردد عشان يسمع الرساله بتقول ايه، وبيعرفوا ان اللي سجل الرساله دي واحده فرنسيه. اول ما بيكونوش قادرين يفهموا الرساله، لكن بعد كده فهموها، وبتقول لهم فيها ان كل اللي معاها الوحش قتلهم وانها لوحدها دلوقتي على الجزيره وخايفه
جدا. طبعا اتصدموا جدا لما عرفوا ان الرسالة دي عمالة تتكرر وان الست دي بتطلب المساعدة من 16 سنة، وعرفوا انهم هم كمان مش هيخرجوا من الجزيرة دي. بعدها بنشوف جاك بعد ما خلص العملية للشخص المصاب، وبيطلع ان الشخص ده هو المارشال اللي كان موجود معاهم في الطيارة. واول ما بيفوق شوية بيبتدي يقول انها خطيرة جدا، لكن جاك ما كانش فاهم هو بيتكلم عن مين، لحد ما المارشال بيقول له يدور في جيب الجاكيت بتاعه، فبيطلع صورة لكيت وهي في الاسم. وبنرجع تاني لكيت والمجموعة اللي معاها وهم نازلين من الجبل، وعشان الليل قرب بيقرروا انهم يخيموا مكانهم علشان خايفين يدخلوا الغابة والكائن الغريب ده موجود. وقعدوا مع بعض يتكلموا عن الرسالة اللي سمعوها، ودي معناها ان مفيش اي استغاثة عدت من 16 سنة. وبيقرروا انهم يخبوا على باقي ركاب الرسالة اللي سمعوها علشان ما يحصلش عندهم رعب. بعدها بنلاقي واحد من الركاب واقف بيتكلم مع جاك، طمن منه على المارشال. فجأة شاف الورقة وعرف هو كمان ان كيت سجينة، لكن جاك بياخد منه الورق وبيقول له انهم مالهمش دعوة بالموضوع ده. تاني يوم بتكون المجموعة رجعت وما قالوش على الرسالة اللي سمعوها، لكن كيت بتقرر انها تقول الحقيقة لجاك، كمان اذا كانت العملية نجحت للشخص المصاب ولا لا، وهل هو فاق وقال اي حاجة. لكن جاك بيكذب عليها ومش بيقولها انه عرف حقيقتها. بعدها بنلاقي كيت بتروح للمارشال بنفسها علشان تشوفه، واول ما بيفوق ويشوفها بيمسكها جامد. ولما جاك بيدخل بيفتكر انها كانت عاوزة تخلص منه، وجاك بيقول لها انه هيموت علشان هما ما عندهمش ادوية ليه، فبتقول له انهم يخلصوا عليه هما ويريحوه من اللي هو فيه. لكن جاك بيتعصب وبيرفض وبيقول لها انه عرف حقيقتها. وبيتكلم المارشال مع جاك وبيقول له ان كيت خطر، وبيطلب منه انه ينادلها علشان تتكلم معاه، وبيطلب منها تموته. وفجأة جاك بيسمع صوت ضرب نار جاي من الخيمة. طلع ان كيت ما قدرتش تموته، لكن زهير هو اللي قرر يساعده ويموته. بس المشكلة ان المارشال حتى بعد ما اتضرب بالنار بيكون لسه عايش، وده لانه ضرب الطلقة جنب قلبه، وده هيخليه يتعذب اضعاف ما كان هيتعذب. ساعتها جاك هو اللي بيقرر يريحه، وفعلا عمل كده وقتله. تاني يوم بنلاقي كيت قرر انها تقول لجاك ليه المارشال كان قابض عليها، لكن جاك بيقول لها ملوش لازمة انك تقولي لي. بعدها بنلاقي كل الركاب بيصحوا على صوت حاجة بتتحرك في الطيارة، وبيقرب جاك وزهير من الصوت علشان يعرفوا هو ايه. واول ما بيجي النور على الحيوان ده بيطلع يجري بسرعة وما بيأذيش اي حد فيهم. وجاك بيقول لهم انهم لازم يحرقوا الجثث لانها هتبتدي تلم عليهم كل الحيوانات اللي في الغابة. وبنلاقي كيت وسعيد بيتكلموا مع بعض في حوار الاشارة اللي سمعوها اللي كانت من 16 سنة. وفي نفس الوقت بنلاقي الاكل قرب يخلص، وطبعا بيتخانقوا على الاكل اللي باقي. لكن بيجي واحد ويقول لهم ان الحل في الصيد، وكان معاه تصريح انه يشيل شنطة مليانة اسلحة على الطيارة. وبيتجمعوا فعلا في يوم وبيخرجوا علشان يصطادوا، والفريق ده هو لوك وكيت ومايكل. وبعد ما بيمشوا شوية لوك بيسمع صوت خنزير بري، وفجأة الحيوان بيهجم عليهم ولوك بيلحق كيت، لكن مايكل بيتصف في رجله. ولوك بيفتكر شوية ذكريات من حياته، وبنعرف انه شخص عادي جدا كان شغال في شركة. بيفوق لوك وبيتأكد ان رجليه لسه بتتحرك، وبتقول له كيت ان مايكل اتصاب ولازم يرجعوا له المخيم. لكن لوك بيقول لها ارجعوا انتوا وانا هصطاد الحيوان لوحدي. بعدها بنلاقي جاك بيتكلم مع واحدة من الركاب اسمها روز، واللي بتكون حزينة علشان جوزها كان في الجزء الخلفي من الطيارة وانفصل عنهم، والجزء ده وقع في مكان تاني. وجاك بيقول لها انها تنضم ليهم وتشاركهم في العزاء اللي هيعملوه للركاب اللي ماتوا. بنرجع تاني لوك في الغابة وهو بيتبع اثر الخنزير البري، واخيرا بيوصل له، لكن بيلاقي الكائن الغريب ده بيوصل له قبله وبيظهر قدام لوك الكائن الغريب ده. ولوك مش بيبقى قادر يتحرك من مكانه، ومايكل وكيت بيكونوا رجعوا للمخيم وبيقولوا ان الكائن الغريب ممكن يكون موت لوك. وفجأة بيشوف حد بيبص عليه من الغابة فبيتحرك وراه، وهو بيطارده بيلاقي لوك في وشه اللي بيكون غرقان دم، وقدر انه يصطاد الخنزير البري. بالليل في العزاء مايكل بيسأل لوك عن شكل الكائن ده، والغريب ان لوك بيقول له انه ما شافوش اصلا. تاني يوم بيكون لوك بيتكلم مع جاك، وفجأة جاك بيشوف نفس الشخص اللي شافه قبل كده ولابس بدلة دخول الغابة، وبيجري وراه فعلا لحد ما بيوصل له وبيلاقيه واقف. وجاك مش بيصدق نفسه لما بيلاقي ان الشخص ده هو ابوه. بنرجع للمخيم وبنلاقي واحدة حامل اسمها كليف بيغمى عليها. شارلي بيدور على المية بيلاقيها اختفت، وبيقول لكيت ان في حد خد مخزون المية كله. وبيتجمع سعيد وكيت ولوك عشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي. ولوك بيقول لهم انه هيروح يدور على مصدر للمية، وجاك بيكون ماشي لسه ورا الهلاوس بتاعت ابوه وبيقع من على حافة جبل وعلى وشك انه يموت، لكن من حسن حظه ان لوك بيكون في المكان ده وبينقذه. بعدها بنلاقي شخص اسمه هيرلي بيقول لسعيد ان الركاب الصينيين معاهم مية. بيروح سعيد ويتكلم مع واحد منهم وبيقول لهم جبتوا المية دي منين. وبيجي جوزها وبيتكلم معاه وبيعرفهم ان زهير هو اللي عطاهم ازايز المية. طرح سعيد انهم يراقبوا زهير لحد ما يوصلوا ويعرفوا هو مخبي ازايز المية دي فين. وفعلا زهير بيدخل في الغابة وسعيد وكيت وراه، تهمون انه سرق مخزون المية، لكن هو بيقول لهم انه بدل ازازتين مية مع جين بسمكة اصطادها. بنرجع للوك وهو بيتكلم مع جاك وبيقول له انه لازم يمسك نفسه شوية اكتر من كده علشان الناس اللي في المخيم كلهم بيعتمدوا عليه. ولوك بينصحه انه يمشي ورا الهلاوس يمكن توصلوا لحاجة. وبعدها
بعدها بيقوم لوك ويمشي، وبيفتكر جاك ذكريات ليه وهو في المشرحة، وبيتصدم جاك اول ما بيشوف الجثة في المشرحة لانها بتكون جثة ابوه. فبيقرر انه يسمع نصيحة لوك ويمشي ورا الهلاوس، وفعلا بيشوف ابوه تاني وبيمشي وراه، وبيوصل لشلال مية عذبة وبيلاقي تابوت كان مشحون فيه جثة ابوه. ولما بيفتحه مش بيلاقي الجثة في مكانها. بنروح للمخيم، بون بيروح لكلير بالمية وتشارلي بيشوفه وبيعرف ان هو اللي سرق المخزون بتاعهم. في نفس الوقت جاك بيوصل وبيشوف اللي بيحصل وبيقول لهم انه ما ينفعش ان كل واحد يفكر في نفسه بس. المهم انه بيعرفهم مصدر المية العذبة اللي لقاه جوه الجزيرة، وفعلا بيبداوا يملوا الازايز. بعدها بيرجع كيت وجاك للمخيم، وبيفضل في الكهف لوك وتشارلي وبيدوروا في الشنط اللي واقعة من الطيارة يمكن يلاقوا اي حاجة تنفعهم. وشارلي بيستغل ان لوك مشغول وبيخرج عشان ياخد المخدرات بتاعته، وبيتفاجئ بلوك قدامه وبيقول له انه عارف انه مدمن مخدرات. المهم بيوصل جاك وكيت للمخيم وبيتكلم مع سعيد وبيقول له انهم هينقلوا الناس للكهف عشان يبقوا جنب الميه، لكن سعيد مش بتعجبه الفكره وبيقول لهم ان من الاحسن يكونوا على الشاطئ علشان لو في سفينه او طياره معديه تشوفهم وتنقذهم. وبينقسموا فيما بينهم، جزء بيوافق على كلام جاك وجزء بيوافق على كلام سعيد. وبينجح سعيد في تصليح الجهاز وبيشرح لكيت وبون هيستخدموه ازاي علشان يقدروا يحددوا الاشاره اللي طالعه من الجزيره. والجهاز ده بيكون مكون من 3 اجزاء، كل واحد هياخد جزء ويروح لمكان معين، كل واحد فيهم يروح للمكان المحدد ليه لازم يشغلوه في نفس الوقت مع بعض. وعلشان يقدروا يعملوا كده سعيد بيوزع عليهم العاب ناريه وبيقول لهم انه هيبعت لهم اشاره بالصاروخ اللي معاه، وان كل واحد فيهم هيبعت اشاره هو كمان، وبيشغلوا الاجهزه مع بعض. بنروح للكهف وبنلاقي تشارلي بيتكلم مع جاك وهو عصبي جدا بسبب اعراض الانسحاب اللي هو فيها علشان بطل المخدرات، وعصبيته دي بتؤدي لانهيار المكان. وتشارلي بيخرج لكن جاك بيتحبس جوه، وهيرلي بيقول له انه هيروح للشاطئ بسرعه ويجيب ناس تنقذهم. تشارلي بيعرف الناس وبيروحوا معاه. لما بوم بيروح معاه بيعرف اخته بخطته هو وسعيد وكيت، وانها اول ما تشوف صاروخ في الجو تولع الصاروخ هي كمان وتشغل الجهاز. وتشارلي بيقول لزهير على اللي حصل وبيقول له لو شاف كيت يعرفها هي كمان. وفعلا زهير بيقابل كيت وعلشان بيكره جاك مش بيقول لها. بنروح للكهف اللي بيعملوا فيه نفق صغير علشان ينقذوا جاك، وبما ان تشارلي هو السبب في اللي حصل بيقرر انه يدخل بنفسه للمكان وينقذ جاك اشاره من سعيد. وهي قاعده مع زهير وزهير بيلمح لها ان جاك حصلت له حاجه، فكيت بتعرف ان جاك في ورطه وزهير مخبى عليها، فبتسيب المكان بسرعه وبتروح على الكهف. بيدخل تشارلي في النفق لكن بينهار بعد ما بيعدي الناحيه التانيه، وبنلاقي ان في صخره فوق جاك فبيشيلها من عليه. توصل كيت للمكان وبتعرف اللي حصل، وفجاه وتشارلي وجاك بيتكلموا بيشوفوا فراشه فبيراقبوها ويلاقوها خرجت من مكان، فبيخرجوا هم كمان من المكان اللي خرجت منه. المهم بيوصل سعيد للمكان اللي محدده وبيولع الصاروخ. تشوفوا شانل وبتولع الصاروخ هي كمان، وزهير بيولع الصاروخ بدل كيت، وسعيد بيشغل الجهاز وبينجح الموضوع فعلا وبيكون على وشك تحديد الاشاره، لكن فجاه بيجي حد من وراه ويضربه على راسه. بنروح للكهف بنلاقي تشارلي بيطلب من لوك مخدرات وبيقرر انه يحرق المخدرات بنفسه علشان ما يفكرش يرجع لها تاني. وبعد ما سعيد بيفوق بيروح لجاك الكهف عشان يعرفه اللي حصل، وبيقول له ان الشخص بعد ما ضربه دمر الجهاز، وده معناه ان الشخص ده عاوزهم يفضلوا موجودين في الجزيره. وفجاه بيلاقوا بون غرقان في دمه وبيعرفهم انه زهير هو اللي ضربه علشان كان بيدور على بخاخه لاخته. جاك بيقرر يروح بنفسه لزهير ويساله على مكان البخاخه، لكن زهير ما بيرضاش يديهوله وبيمشي جاك وبيحاول يساعد شانون نفس من غير الجهاز. وجاك وسعيد قرروا ان سعيد يعذب زهير لحد ما يقول لهم على مكان البخاخه، وفعلا سعيد بيفضل يعذب فيه لحد ما زهير قال له انه مش هيقول غير لكيت على مكانها. بتيجي كيت وبيقول لها انه كان بيضحك عليهم وانه مش معاه بخاخه اصلا، وانه بيعمل كل ده علشان بيكره سعيد وجاك. وسعيد مش بيكون مصدق فبيقرر انه يروح له تاني، وزهير بيكون فك نفسه وبيدخل في معركه هو وسعيد مع بعض، وده بيتسبب في ان السكينه اللي معاهم بتتغرس في ايد زهير. وسام بتتكلم مع مايكل وبتقول له انها تقدر تعالج شانون بس قالت له على نوع نبات معين يجيبه لها، وبتقدر سام تستخدم النبات ده بطريقه معينه وبتعالج بيه شانون. وبيقرر سعيد انه يبعد عنهم ويعيش لوحده، واثناء ما هو كان بيتمشى على الشاطئ شاف كابل تحت الرمله فبيقرر انه يمشي وراه ويشوف هيوصله لايه، وبيتفاجئ لما بيلاقي فخ قدامه فبيعدي الفخ ده ولقي فخ تاني وبيفضل متعلق في الفخ ده لحد بالليل. وبعد كده بيسمع صوت شخص بيتحرك حواليه وبيقطع الحبل وبيقع سعيد وبيغمى عليه. بعدها بيفوق سعيد في مكان قريب وبيلاقي واحده بتساله عن مكان شخص اسمه أليكس، وهو بيقول لها انه ما يعرفش حد اسمه أليكس، فبتكهربه وبيتعرف سعيد على صوتها واللغه بتاعتها وبيعرف ان هي دي الست الفرنسيه اللي مسجله الرساله اللي سمعوها في جهاز اللاسلكي. صدم لما بيعرف انها لسه عايشه، كد منها ان في مصدر طاقه هي بتستخدمه وان في ناس تانية عايشه على الجزيره. وبيحاول سعيد يقنعها بكلامه علشان تحرره، لكن هي بتوريه علبه موسيقى عطلانه وبتقول له ان دي كانت الحاجه الوحيده اللي بتسليها، وبيعرض عليها سعيد انه
يصلحه لها، وهي بتوافق وبيبداوا يتكلموا مع بعض. وبيعرف ان اسمها دانيال وانها كانت خارجه في بعثه هي وجوزها ومعاهم فريق، لكن للاسف اجهزتها عطلت في نص المحيط وحصلت عاصفه شديده سحبتهم للجزيره اللي هم فيها دلوقتي، ونصبوا الخيم وقعدوا فيها علشان اي حد يجي ينقذهم. لكن الوضع ده بقاله شهور وسنين. تفرح قوي لما سعيد بيصلح لها صندوق الموسيقى بتاعها، وفجاه بيسمعوا صوت، فبتاخد دانيال سلاحها وبتجري على بره. وسعيد بينتهز الفرصه دي وبياخد من عندها سلاح وخريطه وشويه حاجات كده هيحتاجها وبيهرب. لكن دانيال بتشوفه وبيرفعوا السلاح على بعض، وبيسحب سعيد الزناد، لكن سلاحه بيكون عطلان وبتكون هي اللي مبوظاه عن عمد. تصدم لما بتقول له ان هي اللي قتلت كل افراد البعثه بما فيهم جوزها، وبتقرر انها ترجع في رايها وما تموتش سعيد. وسعيد بيعرض عليها انها ترجع معاهم وتعيش في المخيم، لكن هي بترفض. وقبل ما بيمشي بيسألها سعيد هو مين أليكس اللي كانت عاوزة تعرف مكانه، فبتقول له ان أليكس ده يبقى ابنها. بيجري سعيد عشان يعرفهم اللي حصل، لكن فجأة بيسمع صوت همس في كل مكان حواليه. وفي الكهف بيصحى جاك على صوت كلير وهي بتصرخ وبتقول ان في حد حاول يأذيها ويأذي الطفل اللي في بطنها، وبيخرجوا يدوروا لكن ما بيلاقوش حد. بعدها بنلاقي تشارلي بيتكلم مع كلير، ذكريات ليها في بداية حملها. هي وواحدة صاحبتها رايحين لعراف وقال لها انها حامل، لكن تعبيرات وشه بتتغير مرة واحدة وبيقول لها انه مش هيكمل وبيديها فلوسها، وباين عليه شاف حاجة غريبة. تاني يوم بنلاقي هيرلي بياخد اسامي الركاب ومعلومات عنهم، وبيروح لزهير علشان كان معاه ورقة باسامي كل الافراد. زهير بيديها له، وجاك وهو بيتكلم مع كلير بتتعصب عليه وقالت له انها هتسيب الكهف. وهي في الطريق افتكرت ذكريات مع العراف علشان هي راحت له مرة تانية وقال لها ان الطفل ده لازم هي اللي تربيه لان حياته معرضة للخطر، وهي بتقول له انها هتعرضه للتبني، لكن هو بيقول لها لا، لازم انت اللي تربيه بنفسك. كلامه بيعصبها وبتسيبه وتمشي. بعدها بتلاقيه بيتصل بيها في نص الليل وهو بيكرر كلامه في انها هي اللي لازم تربي ابنها، لكن كلير بتقفل في وشه. المهم بيلحقها تشارلي وبيقنعها انها ترجع للكهف تاني، وفجأة بسبب توترها بنحس انها هتولد، فبتقول له انه يروح يجيب جاك. وتشارلي بيجري عشان ينادي جاك، وفي طريقه بيقابل واحد من الركاب وبيقول له انه يروح ينادي لجاك وهو هيفضل مع كلير. وبتقول له كلير على ذكرياتها مع العراف واللي بيكون غير كلامه معاها، وبيقول لها انه شاف لها عيلة ممكن تاخد الطفل منها، وبيديها تذكرة لرحلة معينة. وساعتها بتعرف كلير انه كان عارف اللي هيحصل، وبتحس ان الألم اختفى. في نفس الوقت سعيد بيكون رجع للكهف تاني وبيعرفهم انه شاف الست الفرنسية اللي كانت مسجلة الرسالة. وهيرلي بيجي ويقول لهم انه قارن الاسامي اللي كتبها باسامي الطيارة، ولقى شخص غريب هو ايسن. وبنرجع لتشارلي وكلير، وايسن بيكون واقف قدامهم وبيكون مركز قوي مع كلير والطفل. وجاك بيفهم ان ايسن هو اللي حاول يأذي كلير، فجري بسرعة هو ولوك علشان يلحقوها. ولما بيوصلوا بيلاقوا شنطتها وبيعتقدوا انهم وصلوا متأخر، وبيحاول لوك يتبع اثرهم. بيجري جاك وراهم، لكن لوك بيرجع للكهف وبيجيب اسلحة، وجاك بيفضل لحد ما لوك وكيت وبون وصلوا له وبدأوا يدوروا عليهم. جاك بيلاقي لزقة كان بيلفها تشارلي على صوابعه، وكل شوية بيلاقوا لزقة في مكان تاني، وبيقرروا انهم ينقسموا الفريقين، جاك وكيت في طريق ولوك وبون في طريق. وفجأة جاك وهو ماشي بيسمع صوت كلير بتصرخ، وبيطلع على حاجة كده زي منحدر، لكن بيقع على الأرض. وبيتصدم لما بيلاقي ايسن واقف قدامه، وبيحذره انه لو فضل ماشي وراه هيقتل واحد من الاتنين اللي هو خاطفهم. وجاك بيحاول يمسكه، لكن ايسن بيضربه على دماغه وبيغمى عليه. بتوصل له كيت وتفوقه، وجاك بيقوم يكمل، وبيلاقي ان ايسن عمل اللي قال له عليه، وانه معلق تشارلي من رقبته. فبينزله على الارض بسرعه وبيحاول ينقذه، وبيحاول كتير لحد ما بيفقدوا الامل. لكن جاك بيحاول مره تانية، وفجاه الموضوع بيجيب نتيجه، وتشارلي بيفوق وبياخدوه يرجعوا للكهف تاني، وبيسالوه لو شاف اي حاجه يقدروا من خلالها يوصلوا لكلير، وبيقول لهم انه مش فاكر اي حاجه خالص. بنروح للوك وبون وهم لسه في الغابه، وبون بيقرر انه يرجع للكهف، فبيحدف له لوك الكشاف، لكن بون مش بيقدر يمسكه وبيقع منه على الارض وبيخبط في حاجه حديد، وبيتصدموا لما بيلاقوا باب حديد بيوصل لمكان تاني. تاني يوم على الشاطئ بنلاقي المد بيزيد. بالليل كيت بتشوف شنطه في ايد زهير، وبتحس ان الشنطه دي مش غريبه عليها وان الشنطه دي بتاعتها. واول ما زهير بينام بتروح كيت عشان تسرق منه الشنطه، لكن زهير بيصحى وبيرفض يديها لها، وبيحاول يفتح الشنطه، لكن الشنطه دي مش راضيه تتفتح. تروح لجاك وبتقول له ان الشنطه دي كانت مع المارشال وفيها 4 مسدسات، وغالبا زهير قرب يفتحها، وبتقول له ان المفتاح كان في جيب المارشال، وهي عاوزه تعرف هو دفنه فين علشان تجيب منه المفتاح. لكن جاك مش بيرضى وبيشك ان في حاجه مش تمام في الشنطه. وفي الاخر جاك بيقول لها هساعدك بس بشرط نفتح الشنطه مع بعض. المهم انهم بيروحوا للجثه بتاع المارشال، وكيت بتبقى عاوزه تاخد المفتاح لوحدها، لكن جاك بياخد منها المفتاح وبيروح لزهير علشان ياخد الشنطه، لكن زهير بيرفض. لكن جاك بيهدده انه لو ما عطلوش الشنطه مش هيعالج دراعه تاني. فعلا بيديله زهير الشنطه، وجاك بيقول لكيت انهم هيفتحوا الشنطه مع بعض، وبيفتحها فعلا وبيلاقي فلوس ومسدسات، وبيلاقي جواب. الجواب ده في طياره لعبه،
وكيت بتقول له ان دي كانت هديه من جوزها اللي مات. بيصدقها وفجاه كيت بتنهار وبتقول له انها مهتمه بيها لان هي اللي قتلته. وجاك بياخد الشنطه وبيمشي. بنروح لبون ولوك في الغابه وهم بيحاولوا يفتحوا الباب الحديد لكن ما بيعرفوش. وبون بيقول للوك انه لازم يقول لاخته على الباب ده لانها كل يوم بتساله انت بتروح فين ولازم يقول لها. ولما لوك لقى بون مصمم انه يقول لها خبطوا على راسه وربطه وبيسيب قدامه سكينه وبيقول له حاول بقى تحرر نفسك. وبعد كده بيسيبه ويمشي. وبيقابل سعيد في الغابه وهو قاعد بيحاول يفهم الخرائط اللي اخدها من عند دانيال. وبيروح سعيد يتكلم مع جاك. بنرجع لبون تاني وهو مربوط وبيسمع صوت اخته شانل وهي مربوطه هي كمان. وبيحاول بون يفك نفسه بالسكينه وبينجح انه يفك نفسه وبيروح بسرعه يفكها. وبيهربوا بسرعه علشان في حيوان غريب بيجري وراهم وبيقدر يمسك اخته ويقتلها. وجاك بيسال لوك انتوا كل يوم بتروحوا تصطادوا لكن ما بتصطادوش اي حاجه. ولوك بيرد عليه وبيقول له ان الخنازير البريه هنا ذكيه جدا وانها اول ما عرفت ان في حد بيحاول يصطادها هجروا المكان. بالليل بيوصل بون للمخيم واول ما بيشوفوا لوك بيهجم عليه وبيقول له انت تسببت في موت اختي. لكن لوك بيقول له ان شانون لسه عايشه. وفعلا بون بيبص جنبه بيلاقي اخته عايشه وما ماتتش وان الماده اللي حطها له على دماغه ماده هلوسه. تاني يوم سعيد وجاك بيحاولوا يفهموا الخريطه ولان شانون الوحيده اللي بتعرف اللغه الفرنسيه بتحاول تساعدهم. وبيجي مايكل وبيقول لهم ان كل تركيزهم على الجزيره مش على الخروج منها. وبيقول لهم انهم لازم يشوفوا قارب علشان يخرجوا بيه من هنا. لكن سعيد بيقول له مش هيعرفوا يحددوا الاتجاهات. لكن مايكل بيقول لهم انه خلاص قرر وانه هيبني القارب. بالليل بنلاقي تشارلي بيكون بيقرا دفتر يوميات كلير وبيلاحظ حاجه غريبه وبيروح يتكلم مع جاك وسعيد وبيقول لهم ان كلير كانت كاتبه تحلم بصخره سودا. والغريب ان دانيال كانت كلمت سعيد عن الصخره السودا دي. ده بيفهم سعيد ان المكان اللي الخريطه حددته احداثيات للصخره دي. وتشارلي بيقول لهم ان كلير ممكن تكون موجوده هناك ويقدروا ينقذوها. في الغابه بنلاقي لوك وبون بيكونوا راجعين من عند الباب وفجاه بيسمعوا حاجه. صدموا لما بيلاقوا كلير قدامهم وشكلها متغير وبيجروا بيها على جاك علشان يعالجها. وفجاه كلير بتفوق وبتكون في صدمه وبيقرب منها تشارلي وبيحاول يهديها. صدم لما بيلاقيها مش فاكره هو مين ولا فاكره حتى حد من الركاب. وبتقول لهم ان اخر حاجه فاكراها راكبه طياره ورايحه على مدينه سيدني. وجاك بيحاول يفكرها. تاني يوم على الشاطئ بيقعدوا يفكروا هي هربت ازاي. وسعيد بيقول لهم انها ممكن تكون بتضحك عليهم وان الناس اللي في الجزيره جندوها لصالحهم علشان تتجسس عليهم. وتشارلي مش بيعجبه كلامه وبيسيبه ويمشي. وهو ماشي بيقابل جين. فجاه بيلاقوا حاجه بتخبط جين وبيغمى عليه وبيظهر ايسن قدام تشارلي وبيقول له انه عاوز كلير والا هيقتل واحد منهم كل يوم. وتشارلي بيروح لجاك ولوك ويبلغهم باللي حصل ويقول لهم انهم لازم يقتلوه. وجاك بيوافق. بالليل كل واحد بياخد سلاحه وبيحرسوا المنطقه لان ايسن غالبا ما بيكونش لوحده يكون معاه حد. بنلاقي بوم بينام في الحراسه بتاعته وبيصحى الصبح على صوت اجهزه الانذار اللي عاملينها وبيجري على الغابه بسرعه علشان يشوف اذا كان في حد في المكان ولا لا. وبيلاقوا ان ايسن قتل واحد من الركاب. وبعد اللي حصل ده جاك بيتكلم مع لوك وبيقول له ان احنا لازم نروح ونقتله والا هنلاقيه هو اللي بيقتل كل يوم واحد مننا زي ما قال. بعدها جاك بياخد لوك وبياخد شنطه المارشال وبيوريه الاسلحه وبيديله سلاح وبيروحوا للكهف عشان يعملوا خطه. وبنعرف انهم عايزين يستخدموا كلير كطعم ليه. تشارلي مش بيبقى موافق على كده لكن كلير بتكون موافقه علشان ما يموتش اي حد تاني بسببها. وفعلا لوك وجاك وسعيد بيتفقوا على كل حاجه هيعملوها. وعلشان في مسدس رابع جاك بيديه لزهير وبيطلب منه انه يساعدهم وبيوافق زهير. وبيطلع انه لسه معاه مسدس المارشال القديم وكيت بتبقى عاوزه تساعدهم فبيدوها المسدس الرابع. وكلير بتدخل الغابه لوحدها وهم بيبقوا محاصرينها. وفعلا ايسن بيظهر وبيجري ورا كلير لكن بيلاقي جاك في وشه وكلهم بيهجموا على ايسن. وبعد ما مسكوه لقوا حد ضربه بالنار وبيطلع ان تشارلي كان مراقبهم وقتله. وجاك بيتكلم مع تشارلي بعد ما رجعوا وبيقول له انه ضيع عليهم فرصتهم الوحيده انهم يعرفوا اي حاجه عن الجزيره اللي هم فيها. لكن تشارلي بيقول له انه يستحق الموت. المهم بيعدي كام يوم وبيكون مايكل خلص القارب اللي كان شغال فيه وبيكون القارب ده ل4 اشخاص بس هم مايكل وابنه وزهير ولسه ما حددوش المكان الرابع لمين. بالليل بيتفاجئوا ان في حد حرق القارب ده وعلشان مايكل كان عامل مشكله مع جين فبيفتكر ان هو اللي عمل كده. لكن جاك بيقول له انهم مش متاكدين. ولما مراته بتروح له علشان تخدره بنلاقي ايديه محروقه وشكله كده هو اللي حرق القارب. وفجاه زهير بيضرب جين لانه كان خلاص حجز مكان في القارب وبيكتفه وبياخده على الشاطئ. ومن الحروق اللي على ايده بيتاكدوا
بيتأكدوا ان هو اللي حرق القارب فعلا. مايكل بيفضل يضرب فيه، لكن سام بتوقفه وبتقول له انه محرقش القارب بتاعه، وانه لما وصل كان اتحرق خلاص وهو كان واقف بيطفيه. لكن زهير ومايكل مش بيصدقوه، لكن لوك بيجي وبيقول لهم انهم مش لوحدهم على الجزيره، وانه ممكن يكون اي حد هو اللي عمل كده. بالليل لوك بيتكلم مع ابن مايكل عن حرق القارب، وبيقول له انه كان عارف من بدري على حرق القارب بس ما قالش، والولد ده وهو صغير كان بيتنقل من مكان لمكان، وان القعده هنا على الجزيره عجباه. تاني يوم بنلاقي مايكل بيبني قارب جديد، وجيم بيساعده علشان يثبت له انه ملوش دعوه باللي حصل، وجاك بيروح يتكلم معاهم، ومايكل بيقول له انهم محتاجين جهاز علشان يقدروا يتواصلوا بيه. فجاك بيقول له هسأل سعيد، بس المشكله انه هيبقى محتاج مصدر للطاقه علشان يشغل الجهاز. فهيفلي بيقول له ان سعيد كان قايل ان الست الفرنسيه اللي كانت خاطفاه عندها بطاريات، فبيروحوا لسعيد وبيطلبوا مساعدته، وجاك بيقول له انه لازم يروحوا للست دي. لكن سعيد بيقول له انه لما راح هناك كان مغمى عليه، وحتى الخرايط دي مش عارف يفسر اي حاجه فيها. بياخد هيفلي ورقه من اللي معاه، واضح انه اتعرف على الارقام دي، وبيفتكر ذكريات ليه وهو بيتفرج على التلفزيون، وبيلاقي ان الارقام دي هي نفس الارقام اللي كسب فيها في برنامج اليا نصيب. كان فرحان جدا ساعتها من كميه الفلوس اللي كسبها، فبيغمى عليه، وبسبب الموضوع ده مش بيعرف ينام، وبيروح يتكلم مع سعيد انه يعرف حاجه عن الارقام دي. وسعيد بيقول له انه معتقد انها احداثيات لمكان، ولما بيساله عن سبب اهتمامه بيها هيفلي مش بيرضى يقول له حاجه، وبيمشي وبياخد شويه من الورق معاه. وسعيد بيسال جاك على الورق ان هو اللي اخده، وتشارلي بيقول لهم انه كان واخد شنطته ورايح للغابه، وبيفتكروا انه رايح لدانيال. وبنشوف هيفلي وصل لنفس مكان الكابل اللي شافه سعيد قبل كده، وبيمشي وراه، وفجاه بيدوس على حاجه حديد، وبيظهر سعيد وبيقول له ما تتحركش من مكانك، وبيعرفه انه واقف على فخ، وانه لو اتحرك هيقع عليه حاجه من الشجره هتموته. لكن هيفلي مش بيسمع كلامه، وبيتحرك بسرعه، وبيقدر انه يبعد عن الفخ. وبيساله هو سرق الخرايط ليه، فبيقول لهم علشان هو عارف انهم محتاجين بطاريات، قرر يروح يجيب لهم. وبيفتكر هيرلي ذكريات ليه وهو في مستشفى الامراض العقليه، وبيزور واحد صاحبه اسمه ليني، وليني ده مش بيقول حاجه غير انه كان بيكرر الارقام اللي هيرلي كسب بيها اليا نصيب، وانه بعد ما كسب الفلوس دي حياته اتقلبت عذاب. وبيساله هيرلي انت سمعت الارقام دي فين وبتكررها ليه؟ لما ليني بيعرف انه استخدم الارقام دي بيتعصب عليه، وبيقول له انه فتح الصندوق وما كانش المفروض يعمل كده، وهيرلي ما كانش فاهم حاجه منه. وقبل ما الممرض ياخده ليني بيقول لهيرلي على اسم واحد تاني في استراليا هو اللي عارف الارقام دي، وفعلا هيرلي بيروح لبيت الراجل ده. لكن لما بيروح مراته بتقول له انه مات، ولما هيرلي بيسالها على الارقام بتطلع عارفاها، وبتقول له ان جوزها كان على غواصه في الجيش، وفجاه لقط صوت على الاجهزه بتاعتهم، والصوت ده ما كانش بيكرر غير الرقم ده، وان جوزها بعد ما رجع من هناك استخدم الرقم ده وكسب بيه جايزه كبيره. ومن بعدها ابتدت المصايب تحصل لهم، وفي نفس اليوم وهم مروحين عملوا حادثه وخسرت رجليها، بس جوزها ما كانش بيحصل له اي حاجه، كل اللي حواليه بس بيتصابوا ويموتوا الا هو. فلقى ان الحل الوحيد انه ينهي حياته بنفسه. بنروح على الغابه اللي اتقسموا الفريقين علشان يدوروا على دانيال، وهم ماشيين جاك بيدوس على فخ دانيال كانت عاملاه، فبيحصل انفجار، وبيروح هيرلي وتشارلي، وفجاه بيلاقوا حد بيضرب عليهم نار، وبتطلع دانيال، وهيرلي بيقول لها انه صاحب سعيد، وبيوريها الورقه اللي عليها الارقام، وبيسالها عنها، ولما بتقول له انها ما تعرفش هيرلي بيتعصب، فبتتعاطف معاه، وبتقول له ان سفينه البعثه بتاعتهم لقطت صوت بيردد الارقام دي، وانهم مشيوا ورا مصدر الصوت لحد ما السفينه اتدمرت، وفضلوا يدوروا على المصدر لحد ما وصلوا لبرج لاسلكي اللي بيتبث منه الرساله. قررت بعد ما الفريق كله مات تغير الرساله، غيرتها لرساله تانية بصوتها هي. هيرلي بيرجع للمجموعه وبيديهم البطاريات، وبيقول لهم ان دانيال بتسلم عليهم. بنروح للباب اللي لقاه لوك وبون، وبنلاقي عليه نفس الارقام اللي مع هيرلي، وبعد ما شالوا التراب اللي عليه لقوا انه بيوصلهم لمكان عميق تحت الارض، وبيحاولوا يفتحوه بس مفيش فايده، وبيلاقي حته حديد دخلت في رجله لكن ما كانش حاسس بيها. ولما بيرجع بيبتدي يشك رجله بدبوس، وبيلاقي نفسه فاقد الاحساس تماما في رجليه الاتنين. تاني يوم بيروحوا ويسحبون، وبيروحوا للباب، وبيروحوا يدوروا على اي حاجه يفتحوا بيها الباب، لكن وهم في الطريق لوك بيلاقي نفسه مش عارف يمشي على رجليه، وبيقول لبون انه قبل الحادثه كان شالل وقعد على كرسي، وان في حاجه غريبه في الجزيره دي رجعته يمشي، بس الغريب انها عايزه ترجعه مشلول تاني، وبون مش بيبقى مصدقه بس بيقرر يساعده. وبعد ما بيمشوا شويه في الغابه بيلاقوا طياره متعلقه ولازم يشوفوا حاجه فيها تساعدهم على فتح الباب، وبون بيلاقي فيها تماثيل وبيرمي واحد منهم، وبيبان ان الطياره دي كانت بتاعه تجار هيروين. ولما بون بيستخدم جهاز الاتصال بيلاقيه لسه شغال والطياره بتتحرك، ولوك بيقول لبون اخرج بسرعه، لكن بون بيسمع حد بيرد عليه، وبون بيطلب المساعده لكن للاسف الطياره بتقع، وبيروح لوك يخرج بون وبيلاقيه مغمى عليه ومتصاب اصابات
ادوات خطيره بيروح بيها على الكهف. ولما جاك بيسال على اللي حصل لوك بيكذب عليه وبيقول له انهم كانوا بيصطادوا وان بون وقع من فوق منحدر. وجاك بيروح يجيب ادواته وبيرجع مش بيلاقي لوك، وبيكون لوك عند الباب عاوز يفتحه. صدم لما بيلاقي نور عند الباب وبيتاكد ان في حد عايش جوه. وفي الكهف جاك بيعالج بون اللي خسر كميه دم كبيره وهيحتاج دم باي شكل. بنروح للغابه تكون راجعه وجايبه الادوات لجاك، وفجاه بتسمع صوت وبتلاقيها كليف تعبانه وشكلها قربت تولد. فبتقول لها كيت انها هتاخدها علشان جاك يشوفها، لكن كلير مش بتبقى قادره تتحرك، تصرخ علشان حد يسمعها ويجي يساعدها. جيم بيسمعها وبيروح لها تديله شنطه الادوات وبتروح تنادي على جاك. في نفس الوقت بيكون جاك وسان بيكونوا مع بون بيحاولوا يعرفوا فصيله دمه، وجاك بيقول لسان تروح للمخيم وبتروح تسال الركاب اذا كان في حد منهم نفس فصيله الدم. طبعا معظم الركاب مش بيبقوا عارفين فصيله الدم بتاعتهم. ساعتها جاك هو اللي بيقدر ينقل له دمه لان فصيلته او سالب، والفصيله دي بتنفع تدي لاي شخص. وجين بيروح يقول لجاك عن كلير، لكن جاك مش هيقدر يروح لهم وبيقول لجين على شويه معلومات يروح هو ويقولها لكيت وتولدها هي. وبون قرر يقول لجاك على الحقيقه وانهم لقوا باب وطياره، وتشارلي وجين بيوصلوا لكيت وبيعرفها شويه المعلومات علشان تساعدها في الولاده. لكن جاك حتى بعد ما نقل الدم لبون مش بيلاقي عليه اي تحسن. بيخرج جاك يتكلم مع مايكل وبيقول له ان لازم رجليه تتقطع والا هيموت، وبيقرروا يستخدموا باب حديد وقع من الطياره علشان يقطعوا له رجله. لكن لما بيدخلوا له بيلاقوه بيكح دم وان كده في نزيف داخلي، وانهم حتى لو قطعوا له رجليه كده هيموت. وبعد وقت قليل بيكون بون بيطلع انفاسه الاخيره، تكون عمليه الولاده تمت على خير. تاني يوم جاك بيقول لكيت انه هيروح يدور على لوك، لكن كيت بتقول له انه لازم يقعد يحضر دفنه بون وبعد كده يروح يدور على لوك. وفعلا جاك اقتنع بكلامها، وفجاه بيلاقوا لوك وبيقول لهم ان هو اللي تسبب في موت بون وبيعرفهم على الطياره اللي لقوها. لكن جاك بيفقد اعصابه وبيجري على بون علشان يضربه علشان ما قالوش على الحقيقه. ولما بيبعدوا عنه بيقول لسعيد انه بيكذب عليهم وان بون قال له انهم لقوا باب. بيروح سعيد يتكلم مع لوك وبيقول له خدني للطياره علشان ياخد منها الاجزاء اللي محتاجها، وفعلا بيوصلوا لهناك. لكن لوك بيسال سعيد هو ليه مش واثق فيه، فسعيد بيقول له اول سبب انك خبيت علينا موضوع الطياره، تاني سبب انك معاك مسدس ومخبيه عنا. ولوك بيديله المسدس وبيقول له هيعرفه حاجه كمان. وبيفكر سعيد انه لما صلح الجهاز واول ما وصله عشان يحدد بيه الاشاره اللي خارجه من الجزيره، في حد جه من وراه وضربه على راسه، كان هو لوك. فبيرفع عليه سعيد السلاح وبيحاول يقتله، لكن لوك بيقول له انه كان بيحاول يحمي الركاب علشان الرساله دي كانت بتردد ان كل الموجودين ماتوا. كان فعلا اخذ الركاب وراح للمكان ده كانوا هيموتوا. وبيتفاجئ لما بيلاقي سعيد بيساله عن الباب وبيقول له ان بون قال لهم قبل ما يموت عن الباب، لكن لوك بيكذب عليه تاني. بنروح لجاك اللي بيتصدم لما بيلاقي السلسله اللي فيها مفتاح شنطه الاسلحه اتسرقت من رقبته، فبيفتكر ان لوك اللي اخدها. فبيخرج بسرعه وسعيد بيكون راجع وبيعرف اللي حصل من جاك وبيقول له انه عارف اللي سرقها وسرقها ليه. بنلاقي شانون بتفتح شنطه الاسلحه تاخد مسدس وهتروح للوك عشان تنتقم منه لموت اخوها بون، وبيجري سعيد وكيت وجاك علشان يلحقوها وبيلاقوها واقفه قدام لوك بالمسدس. وسعيد بيحاول ياخد منها المسدس قبل ما تقتله، لكن بتطلع منه طلقه، لكن من حسن حظه انها بتعدي من جنبه تجرح وشه بس. بالليل سعيد بيتكلم مع لوك وبيقول له انه انقذه لانه عارف ان هو الوحيد اللي يقدر يخرجهم من الجزيره. يقول له ياخده معاه ويوري له الباب. تاني يوم على الشاطئ بيكون مايكل واللي معاه بيكونوا خلصوا المركب، وبيقول لهم واحد من الركاب انهم لازم يخرجوا من الجزيره بسرعه، وبيعرفهم ان الرياح هتتغير كمان كام يوم وممكن تاخدهم لمكان تاني غير اللي هم عاوزينه. وبيقتنعوا بكلامه وبيقرروا انهم يمشوا في اقرب فرصه. بتروح كيت تتكلم مع مايكل وبتحاول تقنعه انها تكون معاهم على المركب، وسعيد بياخد معاه جاك وبيوري له الباب وبيسالهم جاك هيفتحوه ازاي، لكن سعيد بيقول له انه ما ينفعش يتفتح لانهم لو فتحوه ممكن يوصلهم لحاجه تاذيهم. وزهير بيروح لكيت الخيمه بتاعتها وبيقول لها انه عارف من مايكل انها عاوزه تاخد مكانه وانه عارف كل حاجه عنها وانها السجينه اللي كانت مع المشال، وبيهددها انها لو حاولت تاخد مكانه هيفضحها وهيقول للناس على حقيقتها. بنروح لمايكل وهو بيتكلم مع ابنه وبيتعب مايكل فجاه وبيقول لابنه يروح يجيب جاك بسرعه. بيجري ابنه وبيقابل كيت وسان وبيقول لهم، وكيت بتجري بسرعه وبتقول لجاك، فبيجروا كلهم بسرعه على هناك. وعلشان مايكل مش واضح عليه اي اسباب للمرض فجاك بيقول له افتح شويه وبيروح يجيب له ميه، لكن بيلاقي ماده مترصبه في ازازه الميه. وساعتها بيفهم مايكل ان في حد بيحاول يسممه علشان ياخد مكانه في المركب. وبيروح ابن مايكل يتكلم مع لوك لان هو اللي حرق المركب، وبيكون لوك فاكر ان هو اللي سمم ابوه، لكن لوك بيقول له انه عارف انه مش هيأذي مايكل. وبيتصدم لوك لما بيلاقي ابن مايكل بيقول له ما تفتحش الباب. ولما زهير بيحس ان كيت لسه عاوزه تاخد مكانه بيروح يتكلم مع مايكل وبيقول له قدام كل اللي موجودين انها بتضحك عليهم، وبيخطف الشنطه منها وبيلاقي فيها باسبور واحده من الركاب اللي ماتوا وانها هتهرب وتنتحل شخصيتها.
مايكل بيخاف منها، وجاك بيتكلم مع سان على الشاطئ وبيطلع ان هي اللي كانت عاوزة تسمم جوزها، وبيطلع كمان ان هي اللي عملت كده علشان ما يركبش المركب ويسيب الجزيرة، بس ازايز المية اتلخبطت وان مايكل اللي شربها مكانه. تاني يوم الصبح بيلاقوا دانيال جاية لهم، وسعيد بيسألها ايه اللي جابك، فبتقول لهم الاشخاص اللي على الجزيرة في الطريق ليهم، وانهم جايين ياخدوا ابن كلير اللي لسه مولود لان ده حصل معاها. وفعلا بعد كلامها بيلاقوا دخان اسود وبيروحوا مع دانيال للباب اللي لقوه في الغابة. واول ما بتشوفوا دانيال بتقول لهم ان ده املهم الوحيد علشان يحموا الركاب، وانهم لازم يشوفوا اي طريقة يفتحوا بيها الباب. لوك بيسألها ان كان معاها متفجرات، فهي بتقول لهم انهم يجوا معاها المكان اللي هي عايشة فيه علشان عندها متفجرات كتير. بيروحوا معاها، وفجأة وهم ماشيين بيسمعوا صوت الكائن تاني، لكن دانيال بتقول لهم ان ده نظام لحماية الجزيرة وان ده مش كائن حي. بيكملوا طريقهم وبيوصلوا للصخرة السوداء وبيلاقوها سفينة كبيرة على الشاطئ. سعيد بيدي لمايكل الأجهزة اللي عملها علشان تساعدهم، وبيديلهم كمان مسدس للإشارة علشان لو لقوا حد قريب منهم يجهزوا نفسهم على طول وينزلوا المركب للمية ويمشوا. المهم بعد ما وصلوا للمكان اللي فيه المتفجرات دانيال بتسيبهم وتمشي، وبيدخل جاك ولوك وكيت للسفينة علشان يخرجوا الديناميت. ولما بيدخلوا بيكتشفوا انها كانت مخصصة لنقل العبيد، وبيلاقوا قدامهم صناديق مليانة بالديناميت. واول ما بيشوفهم بيقول لهم حطوا الديناميت على الارض بسرعة علشان ده متخزن بقاله فترة طويلة، بيفرز مادة نشطة جدا ولازم يتعاملوا معاه بهدوء. وبيوريهم الطريقة اللي ينقلوه بيها، وهو بيشرح لهم وبيحرك ايده الديناميت بينفجر. وبيبدأ جاك ولوك ينقلوه بالراحة، وبيقول للوك انهم محتاجين 3 صوابع ديناميت، وعلشان ينقلوا كل واحد فيهم بحيث لو واحد انفجر التاني يبقى موجود. وبيعملوا قرعة علشان يشوفوا مين اللي هيشيل المتفجرات. وبيطلع لوك وكيت، وبنلاقي تشارلي وكلير بيلاقوا دانيال جاية تجري وهي مرعوبة، وبتقول له يروح ينادي سعيد. وفعلا تشارلي بيسيب كلير لوحدها، واضح ان دانيال بتضحك عليهم علشان تخطف ابن كلير. ولما بيرجع تشارلي مع سعيد بيلاقوا كلير مغمى عليها، وبيفهموا ان دانيال خطفت ابنها. وسعيد بيقول لتشارلي انهم لازم يجروا ناحية الدخان الاسود لان دانيال اكيد هتروح تديلهم ابن كلير للناس اللي خاطفه ابنها علشان يرجعوا لها ابنها. بنروح لجاك والمجموعة وهم رايحين للباب، وفجأة بيسمعوا صوت الحماية اللي في الجزيرة، وهو بيقرب منهم وبيشوفوا دخان اسود غريب، وبيلاقوا ان هو ده نظام الحماية. وبيبدأ انه يهاجمهم، وبيجروا كلهم ما عدا لوك بيمشي اتجاه الصوت، وعلى طول بيطلع نظام الحماية ده من جنبه، والدخان بيمسكه وبشدة. لكن جاك بيمسكه وبيقول لكيت ترمي المتفجرات جوه الحفرة، وبيهرب الدخان الاسود ده من المكان. وبيوصل سعيد وتشارلي لمكان الدخان الاسود، وبيسمعوا صوت ابن كلير بيعيط، فبينادوا على دانيال علشان تخرج وتتكلم معاهم. ولما بتخرج بتقول لهم انها كانت عاوزة ترجع ابنها، بس لما جت للمكان ما لقيتش اي حد، وبتديهم تاني ابن كلير. وبيقول لها تشارلي انها كدابة واكيد هي اللي ولعت النار دي. بنروح على المركب بنلاقي مايكل وزهير بيشغلوا الجهاز اللي اداهولهم سعيد، وفجأة الجهاز بيلقط حاجة على مسافة قريبة منهم. قرروا انهم يستخدموا مسدس الاشارة، وفعلا بعد ما بيضربوا الاشارة بيلاقوا حد شغل عليهم النور، فبيفرحوا جدا وبيقولوا للناس اللي على المركب التاني ان طيارتهم اتدمرت واتحبسوا في الجزيرة. وفجأة واحد من الاشخاص دي بيقول لهم انهم يسلموهم ابن مايكل، وعرفوا ان دول الاشخاص اللي كانت دانيال بتتكلم عنهم. واول ما زهير بيحاول يطلع مسدسه النور بيطفي، وبيضربوه بالنار، وبينط جين في المية علشان يلحق زهير، وبيضربوا مايكل وبيخطفوا ابنه، وبيرموا قنبلة على المركب وبيمشوا. وجاك والفريق بيوصلوا للباب اخيرا وبيجهزوا المتفجرات. وفجأة هيرلي بيتصدم لما بيشوف الارقام بتاعته على الباب، وبيقول لهم ان في مصيبة هتحصل، وكمان بيقول لهم وقفوا اللي بتعملوه. لكن لوك بيبقى مصمم وبيولع الفتيل، وبينفجر الديناميت، وبيتفتح الباب وبيلاقوا سلم بيوصل لتحت الارض. ودي بتكون نهاية الموسم الاول من مسلسل لوست. تابعنا عشان تشوف الجزء الثاني. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة علشان اللي جاي عظمة. سلام.